السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبتين بكم في قناتي، قناة أكلات ليبية أم همام. إن شاء الله اليوم نشارك معكم سفرتي، سفرة ليبية متواضعة. درت شربة العربية الليبية العربية العادية، ودرت المولتن الحار أو كب الكيك الحار، كب الكيك الألوان بطريقة سهلة جدا ومبسطة، خطوة بخطوة لأخواتي مبتدئات في المطبخ وأي حد يحب يديرها. طريقته سهلة جدا وممتع في الخدمة متاعها، مش متعب واجد. ودرت بيتزا الوردة، ودرت طاجين بطاطا بالعجينة البيتزا نفسها، بس عجينة حلوة بصراحة وهشة وتقعد حتى الفترة، يعني هي كويسة ما شاء الله، العجينة رطبة. وطبعا درت سلطة العادية متاعتنا، السلطة العادية، وعصرت عليه شوية ليم، شوية زيت زيتون، شوية خلطة تعطيها نكهة حلوة تفتح الشهية. ودرت خبزة العادية، خبزة التنور في الحوش في الكوشة، أو خبزة الطاوة، هي خبزة الطاجين في الطاوة. ودرت عصير الليم بالنعناع، عصير حلو بصراحة وطعمته حلوة. ودرنا الحلو طبعا مع فنجان القهوة، درت بسبوسة الفستق بطريقة سهلة جدا وطعمتها مميزة بصراحة، وإن شاء الله اللي تديريها تبدعي فيها وتدعوا لي. طبعا أحسن حاجتين درت في الفطور هي البسبوسة الفستق، بجد عجبتني بكل، والمولتن الحار. إن شاء الله تجربون كلهم يعجبنكم. ونبدأ بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نبدأ المكونات متاعي. طبعا ديما ناخذ اللي تاخذ مني وقت واجد هي اللي نديرها الأولى، هي اللي ندير بيتزا الوردة. ناخذ هنا نحط كبيتين أمية دافية على حسب مقدار متاعي، طبعا مقداري أنا صغير ما نديرش حاجة واجدة. ونص كشيك ملح، كشيك صغير ملح عفوا، وكشيك كبير سكر، وكشيك كبير خميرة خبزة. ونحط الدقيق عيني ميزاني، لانك تمتعجني يوميا حتقعد الحاجة مقدار عينك ميزانك. نحط عند ما يخثر مية شوية هيك القوام تاعها خاطر، او حطي كبيتين ميه عليهن، كبايه ونص او كبيتين دقيق على حسب الدقيق بتاعك يشرب او لا. وخليها على جنب هنا لعند ما طيب طبخي شربتك ولا حاجه هيك، تلقيها تضاعف دارت فقاعات، معناها ان هي خمرت العجينه متاعك. ناخذ هنا نحط عليها 4 كواشيك من حليب النيدو، وكشيك ونص من الزيت العادي، وتزيها دقيق وعجنين انت ماسك معاكي. وبعدين صبي عليها زيت، ميزه الزيت انا بصبي عليها حخلي العجينه تخمر زياده اخرى وتعطيها نعوميه، تقعد العجينه بتاعك نعوميه. وناخذ هنا نفردها على المرمره متاعي برشه دقيق، نفرد العجينه على المرمره برشه دقيق، الرش دقيق على المرمره. ونبدا نحل في العجينه متاعي هنا، والعجينه ما شاء الله حلوه وفي سما تنحل معاكي. وناخذها نحط على كبر الطاجين متاعي. هنا ناخذ نفردها في الطاجين متاعي. طبعا الطاجين متاعك يقعد مدهون بالزيت والدقيق او الزبده والدقيق افضل، باش تحول معاك بسهوله ما تلصقش عندك في الطاجين. ونحاول نواسيها اي حاجه زايده نقصها ونخليها واسيها كبر الطاجين. وبعدين ناخذ شوكه او الفركيته او نبدا نفري في العجينه باش هنا ما تقعدش تركينه عاليه تخمر في الطاجين تركينه لا. وهنا عندي مفروم قرضت بصل، حطيت عليه قليته في الزيت وحطيت عليه مفروم، وبعدين حطيت عليه طماطم معجون، طماطم اخضر قشرتها اللي هو طماطم حب، وقليته مع بعضها. وبعدين حطيت له فلفل اكحل وملح، وطبعا توي التوابل بتاعتي. وبعدين حطيت له شويه ميه سبكتها، بس بعد نشف من الميه حطيتها في الطاجين. وحطيت عليه اي نوع جبنه عندك متوفر تحطيه في الطاجين. وحطيت بطاطا هنا قرضتها دوائر بدون طبخ او قلي، بطاطا عاديه قرطتها، بطاطا عاديه بس قرطتها بالعرض مش بالطول. وحطيت هنا تريد دحيات، حطيت عليه شويه خل ابيض، ضروري الخل باش يحول لك الزفار الدحي، ما تقلش حاجه بعد تاكليها بنتها دحي. وحطيت شويه ملح، شويه فلفل اكحل، اي تابل اللي تحبي تحطي زعتر مطحون، كلين مطحون عادي حطي. والكوشه عندي والعه من قبل، نحطها في الرف الوسطاني والعه من لوطه بس. وبعدين نولعها من فوق على درجه حراره 180، تاخذ منك ربع ساعه تقريبا او 25 دقيقه على حسب الكوشه نتاعك، والكوشه تكون ساخنه تخليها عند ما تطيب من اللوطه، بعدين تطيبيها من فوق. بعدين نجي هنا المرمره نرش دقيق ونحل عجينه باش نحط عجينه البيتزا الورده. ناخذها نفردها بالشكل هذا، وبعدين نقص بالنص بالتبسي متاعي او كبايه الموجوده عندك، وتقصي على شكل خطوط هيك بسيطات. وتحطي الصلصه متاعك، الصلصه طبعا اذا كان صلصتك حاره باهي كويسه، واذا كان ما تحبيش الحار ما تحطيش. وكان حطي شويه هريسه عربيه، ونحط زيتون طبعا مشكل، وحطي جبنه. وطبعا انا درت هنا عندي بطاطا مطبوخه قررتها مكعبات وحطيتها نوع من التغيير تعطيكي سمحه، وتقدري تحطي حتى بطاطا وباذنجان عفوا مقليات يعطينها نغير شويه على اللحوم، ميزه سمحه وطعمتها حلوه. الناس اللي ما تحبش التن في المعجنات تدير البطاطا هذه والله جات حلوه بصراحه طعمتها. وتحطي جبنه اي نوع جبنه عندك متوفر، وتقدري تديريها بالمفروم، ديريها بالدجاج، الحاجه المتوفره عندك تقدري تديريها من حاجه الشكل الصفرة نتاعك. ونديرها بالشكل هذا، نضغط عليها زين، طبعا النهايه هنا نضغط عليها زين. وبعدين نحطها في الطاجين نتاعي وندهنها بشويه زيت دحيه عفوا صفار دحيه. حطيت عليه شويه من الصلصه تحت المفروم، مش مفروم يطلع دهان شويه من فوق. خذيتها بالكشيك بشوي بشوي، خلطتها مع الدحيه وخلطت معي خل ودهنته وحطيتها في الكوشه في الرف الوسطاني، حتى هي ولعتها على درجه قويه كيف ما تطيبي الخبزه نتاعك. الكوشه تبي
عفوا البيتزا تبي نار عاليه، يعني انت حمرت بعدين طلعت. او البطاطا هنا تشوفيها بعود الاسياغ، اذا كان خش الصعود بسرعه معناها البطاطا نتاعك طابت، يعني نحكي على طاجين البطاطا طبعا معناها طاب. وهذه البيتزا الورده نتاعي والله بجد يا بنات عجينتها حلوه، تقعد حتى لعند بعد التراويح لما كليتها بامانه طعمتها حلوه ومميزه وعجينتها حلوه ما يبستش معايا. بعد ما تطلعيها طبعا تخليها تبرد شوي بعدين تغلفيها وتخليها على جنب باش بعدين تسخنيها او تاكليها. عندي هنا ندير المولتون الحار، عندي دجاج على حسب الكميه اللي تبديري. انا درت كميه شويه، خذيت صدر دجاجه عادي وحطيت معاهم بصل، وحطيت معاه شويه فلفل اكحل وشويه فلفل احمر والبابريكا وشويه زعتر مطحون والبهارات تاع تابل الدجاج وشويه ملح. وطبعا البهارات تفضلين تحطيهن، وحطيت هنا فرمتن، بعدين حطيتهم في صينيه وحطيت عليهن خبزه مرحيه كشكين. وهنا ضروري تحطي بصل، اذا كان ما تبيش بصل طبعا هن الاخوات اللي مثلا يبيعن في الطلبيه او هيك ما يديرناش فيه بصل، لان يديرن بالقشطه العاديه، فهي تمشي معاكي شويه مش واجد، لان بس بعد بتديريها في الحوشه كده تبي تديري اقتصاد شوي فتزيدي بصل. البصل مش هيغير من طعمها واجد، بس ما تكثريش واجد بصل، وافضل انك تفرميه مرتين. عموما نفتح التباس الحراريات هذين او اكواب نتاعت النسكافيه الحراريات ونبدا نحطي فيهم. طبعا المنظر اللي يعجبك هو اللي تبي ديري، بتديري هذين او الاخرات. نحاول ان نفتحها من النص بمشاركه الكشيك طبعا او بيدك، بس تغطسي فيه شويه زيت او شويه مي وتبدي تفتحي فيها من النص وتحطي فيها جبنه موزاريلا وشيدر، او تقدري ديري سلك تشوحيه في الزبده مع شويه بصل او حتى بلا بصل، وبعدين تحطي مع جبنه وتحشي بيه عادي. وناخذ اهم حاجه نضغط عليه الطبقه الفوقانيه، نضغط عليها زين باش بعد ما نبوخها ما تطلعش معايا جبنه في الحشوه. اذا كان ما سكرتيش بالدجاج كويس لما تبوخ في النار تسيح معاكي الجبنه وتطلع لك لما تقلبيها تطلع لك من الحشوه. فحاولي انك تضغطي عليها كويس وتسكريها من لوطه ومن فوق كويس باش الجبنه نتاعك لما تطلع ساخنه ما تسيحش وتطلع. وتقدريها بخلطه السلك نفس ما قلت والجبنه المالحه نفس ما يديروا فيها في البوريك. تقدري خلطه مكعبات باذنجان وبطاطا وجزر، حاجه متوفره عندك طبعا، اي حاجه متوفره عندك تجي تحشي بيها. نوع بسيط جدا ويشبه الكوانين، هو سهل وبسيط وسريع. بعدين ناخذ انا مع بيتهن بالشكل هذا، تزيد عندي شويه كفته حنديرها دوائر باش نزين بيها من فوق. وهنا نحطها في الكسكاس نبوخها في كسكاس على درجه متوسطه ونخليه ربع ساعه 20 دقيقه يطيب فيه. ما يطيبوا على نار عاليه، يقدر مش عاليه واجد بس نار متوسطه بس طابخه يعني ميه ساخنه قصدي. وبعدين لما نحس انه هو خلاص ناخذه ونقلبه عليه صفاي ونخليه على جنب، ونجي ناخذ انا اللون الكوره نتاعي الكفته نتاعي، ناخذ انا لون زرقيني واخضر وبرتقالي المتوفر عندك تقدر ديري بيه. طبعا انا متوفر عندي السائل، واذا كان افضل عندك البودره افضل يعطي لون ونتيجه افضل من السائل. السائل ما يعطيش نتيجه قويه واجد، بس هو ما شاء الله ماشي معنا الغرض. وتقدر ديري الكور بدل ما تديرين بالدجاج تقدر تديرين بالجبنه. تاخذي جبنه تخلطي نوع عجبان وتديري جبنه بالزبادي، من تحت الزبادي من قبل درناها من فتره طويله، تاخذي الزبادي وتحطيه عليه صفاي، وبعدين لما يصفى زين من ليله كامله عليه فوطه المطبخ تاخذيه يقعد لك جبنه خلطيه مع نوع عجبان وديري بيه كور ويعطي طعم السمحه. الناس اللي تحب العجبان قررت تديري بالكفته يطلع حلو، لكن لما تديري بالجبنه في اللي يدير فيها في كمون اسعد تلبسيه بالكمون الاسد، تلبسيه بالخبزه بس تجفيه شويه على النار مش واجده. لما تلبسيه بالخبزه المرحيه شويه بس باش تدير معاك الخبزه. عموما غطسه في الكور بكل كوره في اللون، حط داحي هنا ضربتها مع شويه خل وشويه حليب ونغطس في اللون الازرق وبعدين الاخضر بعدين البرتقالي. لكن لما انا نوري فيكم بس الصوره، كل وحده لبسها مرتين. واذا كان انك انت تاخذي 3 ثواني من افضل فيهن داحي، يعني تقسميه داحي حتى شويه شويه بس مش الالوان ما يتخلطنش عندك على بعضهم بعد تلبسي، لان احنا بنلبسوها مرتين مش مره واحده. يعني الكفته لبسيها بالداحي مرتين باش بعد ما تقليها ما تنحلش معكي. لبسيها قبل بوقت وحطيها في الفريز لعند ما تتجمد افضل، بعدين تقليها مش حتنحل معك. تقليها في زيت غزير، واول ما تحطيها في الزيت ما تحركيهاش، تخليها على محلها بعدين ابدي حركي فيها بعد شويه. وعندي هنا هذا اللي درت البين الكور. وبالنسبه للمولتن العجينه بتاعتها لبست الدقيق هنا بالخبزه الخبزه المرحيه عفوا، حطيت شويه لون اورانج اللي هو البرتقالي، ما كثرتش واجد باش يعطيني منظر حلو للموالح زي ما تحقوا فيهن في المناسبات. وفي اللي اخوات اللي يبيعن فيه ربي يبارك لهم في رزقهن، هنا يدنا فيه لون برتقالي. الاورانج هو بس يعطي لون موالح فاتح ويعطيكي لون حلو في عيونك. يعني هذه كيف نكملها كلها. طبعا هنا بعد بوقتها نقلب عليه صفاي، نقلب المولتن تاعي عليه صفاي، وبعدين ناخذ هنا نخليه يبرد تماما اجناب شويه بالموس بس يسهل معايا الطلوع نتاعه، ونخليه يبرد تماما عليه صفاي افضل. عندك الشباك هذا ما عندكش تاخذي حتى بتاع الكوشه وتخليه يبرد عليه، وبعدين نلبسه بالدحي والخبزه المرحيه ملونه باللون البرتقالي، وتقليها في زيت غزير على نار متوسطه او تحطيها في الكوشه. انا نزينها بالزيت كلها لبستها بالزيت وحطيتها في الكوشه
في الرف الوسطاني والعه من فوق وباللوطه اعلى درجه طبعا، وخليتها لما طابت تحمرت، طلعت حسب الذوق بتاعك، تبيها احمر اخرى تخليها تحمر، تبيها هيك كويسه، تطلع معك هنا مقليه جدا. الناس اللي ما تحبش الدهون واجد والزيوت واجد وكانت بتحطيها في القرايه الهويه تجي منها حتى هي حلوه. هنا بعد ما خليتها تبرد حنلبسها طبعا، لبسها مرتين بالخبزه المرحيه والدحي، نحطها فيها مرتين ولا عفوا مره واحده لاني مش قليتها. اذا كانت بتقليها في الزيت لبسيها مرتين في الدحي لان الكوشه مش حتنحل معايا في الكوشه، انا بندهنها بالفرشه بالزيت. بعد ما لبس نكل ونكملها ندهنها بفرشه بالزيت، ونفس ما قلت لكم نحطها في الرف الوسطاني، نحطها في الطاجين، نحطها في الكوشه. ولما طلعت هنا تحمرت معي، طبعا لوني تبيه انت تبيه ذهبي ديك نخليها تحمر زين، اهم حاجه دهنيها بالزيت كويس. واذا كانت تبيه نفس ما درت انا خليه نفس ما درت انا. بعدين هنا لما عندي هنا جبنه موزاريلا وشيدر شويه سيحتن عليه مع شويه حليب مع الحمام مائي، بعدين دهنتها من فوق ومسكت بين الكوره متاعي زينتهن، وتقدمين بالهناء والصحه عليكم. ونهانا المولتن متاعنا بعد طلعناه هو ساخن، شوف الجبنه سايحه منظرها ما شاء الله حلوه، وان شاء الله تجربوها وتدعوا لي. وطبعا درت عصير النعناع اللي هو خذيت ورق النعناع الورق بس بدون العود، وخذيت معاه ليم وحطيته في خلاطه وحطيت معاه سكر وخفرمته كويس، وتقدري تحطي معاه حليب الناس اللي تحب الحليب. ونجول للبسبوسه، تو عندي دحيتين بدرجه حراره المطبخ، وعندي فانيليا سائله، وعندي لون اخضر، وعندي كبايتين سميد، ونص كبايه زيت، ونص كبايه جوز الهند، ونص كبايه حليب. وحطيت انا في الخلاط الدحي وحطيت عليه شويه خل، ونحط عليه نص كبايه السكر ونص كبايه الحليب ونص كبايه الزيت، ونفرمهم كويس في الخلاط او ست البيت عندي. بعدين نحطه في الصينيه ونحط عليه نص كبايه جوز الهند ونص كبايه هنا فستق مهروش، بس انا عندي شويه فستق للامانه وحطيت معاه لوز بس طلعت طعمته حلوه بصراحه. ونحط معاه كبايتين من سميد وكبايه ظرف بيكنج باودر، ونخلطهن كويس. وبعدين نطرحهم في طاجين، نحط له ملون غذائي اخضر، ونطرحهم في طاجين مدهون بالزبده والدقيق، مدهون بالزبده ومحاطه فيه شو رش عليه دقيق. وبعدين حطه في الرف في خوشه والعه من قبل، في الرف الوسطاني والعه من اللوطه، بس لما نحسها من عند الحواشي طابت نولي عليها التحميره من فوق. طبعا انا درت الطاجين هذا وخذيت اثنين في التباسي الحراريات، حطيت فيهن البسبوسه متاعي. هنا طاجين او طنجره نحط فيها كبايتين حليب، عليهن كل كبايه عليها كشيك نيشه، وعليها 3 كواشيك سكر او 4 كواشيك سكر، ونخلطهن كويس سكر حسب الذوق. وبعدين نحط عليهن علبه قشطه كامله ونحطها على الغاز لعند ما يخثر. بعدين نحط النكهه اللي هنا نفضلها، ولو كان عندك فستق افضل تحطي لها وتخلطيه طبعا عند ما يختل هذا القوام نتاعها. طاب على الغاز في سما طاب معين على الغاز النار متوسطه. هنا البسبوسه لما طابت طلعناها، طبعا طابت ملوطه حمرناها من فوق وعسلناها ونزينوها بالقشطه. وبعدين نزينها بالكريم الفستق، عندي كريم فستق زينتها بيها وشويه فستق المهروش اللي زاد مني، والاذواق تزينه طبعا. وبجد البسبوسه حلوه وان شاء الله تعجبكم. خذيت عود الاسياق درتها بالطول، بعدين خذيت عود الاسياق قميت نزين بيه بالشكل هذا. ان شاء الله تعجبكم فيديو اليوم، وسامحوني كان طولت عليكم، وفي امان الله تلاقوا في وصفات جديده. نحبكم في الله، مع السلامه، ربي يفتح عليك ان شاء الله يحفظكم اجمعين.